اوكي، ده الصلاة عشان انا من ملة الاسلام. ففي حاجة من الاسلام بحبها وبعشقها وبعملها كتير، ان انا بصلي رغم الذنوب اللي بعملها عملتها او هعملها، رغم اللبس اللي بلبسه، رغم اي حاجة ممكن غلط يكون الواحد مقصر فيها، لان انا بني ادم ومقصرة وهقصر فيها حاجات ضعيفة جدا وفيها حاجات قوية جدا. بنحتاج مساعدة بعض. عشان كده احنا المفروض الأمة اللي هي جروب اوف بيبل اللي المفروض يساعدوا بعض إلى حد ما بطريقة طيبة، طريقة تلمس القلب. أهلي علاقتهم بيا علاقة نصيحة، أهلي ناس محافظة إلى حد ما. ماما بتوين محتشمة من النوع اللي هو مثلا محتشم على اللي هو مثلا بناء أو حاجات حسب، بس بسبب بعد سبتمبر 11 بدأت هي تحتشم أكتر عشان خاطر ما حدش يطلع المسدس زي ما حصل مع ناس كتير، ويحاول يعني point it at her to protect herself. So أهلي كل يوم بلا استثناء لو خرجت من البيت بلبس كذا او صوره مش عارفه ايه ينصحوني يا بنتي عشان خاطر ربنا والحرام والحلال every single day، ما بيبطلوش. لكن بيأمنوا بحاجه كبيره قوي اللي هي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلاقتنا الحمد لله بقت كده. اكيد في يوم من الايام حاجه هتلمس قلبي او هتغير مشاعري او هتغير البيهيفير بتاعي، بس في حاجه مهمه اهم بقى من كل الكلام ده كله، علاقتي بيك او علاقتي بحضرتك دلوقتي هو الفيديو ده، هو ال5-7 دقايق اللي هطلع دلوقتي. فاحتراما ليكم انا هظهر بصوره اللي هو بحتشم يوم عن التاني. انا ما كنتش متخيله ان الموضوع هيبقى بابليك، فقلت خلاص انا في ناس كتيره يبقى انا ال10 دقايق اللي هكلمهم فيهم هيبقى حاجه ما تستفزش شعور المصريين او المسلمين. اوكي، حياتي الشخصيه حره، نصيحه طيبه لله حلوه قوي على عيني وراسي. بس تفاهم ان انت شخصيه مثلا عايشه بره 20 سنه في امريكا مثلا في فلوريدا كذا، وبس برضو عندها لسه ثقافه الشرق ومن مله معينه وبتطلع تتكلم كذا، مش معناها ان انا لا شيخه ولا امريكيه ولا اي حاجه. انا كوكتيل من حاجات كتير، وبسعى اني احسن من نفسي on daily basis، بستفيد منكم. خليك انسان متفتح، بمعنى ان انت بتحكمش على اللي قدامك بسرعه، لان لما تحكم على اللي قدامك بسرعه معناها you have a lazy brain، معناها ان مخك كسول انه يفكر شويه زياده. اكيد كلنا مش هنعرف نرضي بعض. I don't believe in جحا ستوري، ماليش دعوه بجحا ستوري، الحمد لله راضيه بنفسي وبحاول اعمل حاجه فعلا عشان خاطر في دعاء للشعراوي بعشقه، هعمله تاتو على قرطي، اللي هو بمعنى يعني ان العمل الصالح اللي ممكن الواحد يعمله يشفع له عن ذنوبه، لاني مش هبطل ذنوب. we're humans. I really hope you understand what I'm trying to say، وان شاء الله ربنا يحفظكم، we'll keep posting اللي جاي ان شاء الله عن الثقة بالنفس. بنات كتيرة بتقولي موضوع الثقة بالنفس ده بدأت يعني مغيره لهم حياتهم and how I personally ما كانش عندي ثقة بنفسي خالص، والحمد لله بقت ثقة healthy، مش غرور ومش تحت، healthy enough بحيث ان انا راضيه وانا ولا حاجه من غيرك، بس في نفس الوقت انا مش قليله او انا مش كبيره مهما حصل او مهما طلعت او مهما نزلت، الحمد لله. So we'll talk about that next. سلام.